السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم في قناة مستر محمد صلاح دروس رياضيات أونلاين. يلا هنبدأ إن شاء الله النهاردة نراجع رياضيات أولى إعدادي امتحانات. متنساش تعمل اشتراك لقناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس وتعمل لنا إعجاب على صفحتنا على فيسبوك وتعمل لنا متابعة. يلا نبدأ. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 5 س أس صفر حيث س لا تساوي صفر. انا عندي قانون مهم جدا ان اي حاجة اس صفر يا جماعة بكام؟ بواحد. يعني س اس صفر بواحد، يبقى ده تبقى 5 ضرب واحد هيساوي 5. تمام، يبقى رقم باء. يقول لك اي مما ياتي يمثل احتمال الحدث. احنا عندنا قانون الاحتمال الحدث بيبقى اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي الواحد. طب انا عندي هشوف هنا 1.5 ما تنفعش انها اكبر من الواحد. -4/10 ما تنفعش. 75% تنفع. 3/4 اقل من الواحد يبقى تنفع. يبقى 75%. 120% لا. 20 ده يعني فوق 100% ما تنفعش واكبر من الواحد. طيب عندي رقم 3 2 أس 5 و2 أس 3. 2 أس 5 في 2 أس كام؟ 3. يلا عند الضرب بنجمع الأسس، يبقى 2 أس 8. 2 أس كام؟ 8. رقم باء 2 أس 8. 5 في 4 في 3 في 2 في 1 في 0. عند أي حاجة ضرب بصفر يا جماعة بيديني صفر. طب يلا رقم 5 نركز فيها يا باشمهندسين يا دكاترة. 3 ضرب 2 ناقص 16 قسمة 8. أنا عندي أولويات للعمليات الحسابية. طب الضرب والقسمة يا مستر متشابهين، تمام، بس لو الاتنين تساووا ببدأ من اليمين. فأنا عندي هنا 3 ضرب 2 هنفذها الأول يبقى 6 ناقص. هنفذ تاني عملية ايه يا جماعة؟ عملية القسمة اللي هي 16 قسمة 8 يديني 2، يبقى 6 ناقص 2 يديني 4. ممتاز. 3 أس س في 3 أس س في 3 أس س زي المثال رقم 3. عارفين الأساسات متشابهة يبقى هنجمع الأسس يديني 3 أس س وس وس هيديني 3 أس 3 س. هنرجع للسؤال رقم 2. يقول لك عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد 5 يساوي كام؟ يلا يا باشمهندس محمود. ممتاز، هيساوي 1/6. إن أنا عندي حجر النرد أنا عارف في مرة يمكن يبقى 1، مرة يمكن يبقى 2، مرة يمكن يبقى 3، مرة يمكن يبقى 4، مرة يبقى 5، مرة يبقى 6. طيب بيقول لك تاني سؤال. مجموعة الحل للمعادلة س زائد 5 بيساوي 5 حيث س بتنتمي لط هي 0. ممتاز. ممكن تكتب 0 بالعربي أو تكتب المجموعة 0. جبتها ازاي؟ هحل أكنها معادلة عادية. س زائد 5 بيساوي 5. هنقل 5 دي بإشارة مخالفة يبقى س هتساوي 0. فمجموعة الحل اكتب له مجموعة 0. طيب إذا كان 37 من 100,000 بيساوي 3.7 في 10 أس س فإن س بتساوي. حل دي يلا. ممتاز. اللي هيقول لي هتيجي ازاي؟ واحد يمكن يقول لي يا مستر هجيب 10 أس س لوحدها في طرف واقسم على 3.7. تمام، هيطلع لي 10 أس س يساوي 10 أس كام؟ 4. لا ركز سنة يا دكتور، ركز سنة. يلا يا باشمهندسة أفنان كده ممكن تقولي معانا؟ ممتاز. يبقى 10 أس س هتساوي 10 أس -4. يبقى س هتساوي -4. بص انا عندي هنا 10 لازم اخلي الاساس 10 هو كمان. باول خطوة عملناها يا جماعة قسمنا 37,000 على 3.7. ماشي، هيطلع لي 10 أس كام؟ ايوه كده. يقطع بالآلة الحاسبة لو مش هتعرف. يطلع لك س بتساوي -4. طب تعالى يلا ننزل للسؤال رقم 4. بيقول لي ايه؟ 5 ألف زائد 2 ب زائد 3 ألف ناقص 2 ب. مستر هحلها ازاي؟ قال لي ايه؟
هنا عندي هجمع المتشابه مع بعض، يعني هاخد 5 ألف و3 ألف مع بعض يديني 8 ألف. 2 ب ناقص 2 ب هيروحوا مع بعض، يبقى الناتج 8 ألف. تعال ننزل كده يلا. إذا كان 2 س ناقص 3 بيساوي 9، فقلنا نص س بيساوي، أعمل إيه؟ ممتاز. قالك أحلها كأنها معادلة عادية، يبقى 2 س هتساوي 9 زائد 3، نقلت ال3 بإشارة مخالفة، يبقى 9 زائد 3 هيساوي 12. يبقى أنا عندي كده 2 س بيساوي 12 يا جماعة. هقسم على الاتنين، هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، هيديني س بتساوي 6. طب يا مستر جبت 6؟ لا نركز، وقال لي عايز نص س، يبقى نص في 6 بيساوي 3. عنده اي استفسار يا جماعه اكتب لي في الكومنتات، ممكن يراسلني على الواتساب بتاعي، ممكن يبعت لي على صفحتي على الفيسبوك وهرد عليه ان شاء الله. طيب السؤال رقم 6 بيقول لي س ناقص 5 كل صفر بيساوي 1 عندما س لا تساوي. تمام. واحده قالت لي ايه، دكتوره قالت لي ايه، ناخد اللي داخل القوس يا مستر، ولا س ناقص 5 لا يساوي الصفر. ممتاز، يبقى اللي داخل القوس هو اللي لا يساوي. تمام، يبقى هنقل السالب 5 بإشارة مخالفة تبقى ب5، يبقى س لا تساوي 5. هكنها حل اللي داخل القوس ده، حله أكنه معادلة. طيب السؤال رقم 3 ألف بيقول ايه؟ اوجد مجموعة الحل للمعادلة 3 س زائد 4 بيساوي 1 حيث س بتنتمي لط. تمام، حلها ازاي؟ ممتاز. قالك اقول له 3 س الأربعة دي هنقلها بإشارة مخالفة بيساوي 1 ناقص 4. ممتاز، هيديني 3 س بيساوي 1 ناقص 4 بكام؟ بسالب 3. تالت خطوة هعمل ايه؟ هقسم على 3. ممتاز، يبقى س هتساوي سالب 3 على 3 هيساوي سالب 1. يبقى مجموعة الحل بتاعتي بإيه يا طلاب؟ بسالب 1. مجموعة الحل بإيه؟ طب يلا اقرا السؤال اللي بعده كده. بيقولك إذا كانت س بتساوي نص وص بتساوي 2 على 3 اوجد القيمة العددية للمقدار س تربيع ص تربيع. يلا يا باشمهندس أسامة فكر معايا كده وقول لي هعمل ايه. ممتاز، احنا غلطنا في حاجة هنا يا جماعة. ايوه كده، في فكرة، في حاجة بقى لازم قبل ما اجي احل مسألتي اقرأ السؤال كويس. يعني هنا بيقول لك اوجد مجموعة الحل المعادلة في ايه؟ في ط حيث س بتنتمي، يعني س اللي انت طلعتها دي السالب 1 ده ما بينتميش لط. تمام؟ ان ط دي مجموعة الاعداد الطبيعية بتبدأ من الزيرو، تاخد الاعداد الصحيحة الموجبة. ماشي؟ تمام، يبقى مجموعة الحل هتبقى بايه؟ بفوق. يبقى انا كده لازم عندي قبل ما اقرا بالذات الرياضيات، قبل ما احل اقرا السؤال كويس قوي، اقراه مره ومرتين وثلاثه، عشان سؤال زي ده سهل جدا وممكن يضيع مني درجتين 3، وممكن هو مش مستاهل. مجموعة الحل بتاعتي هنا هتبقى بايه يا جماعه؟ بفاي. تمام، يلا السؤال اللي بعده. اذا كانت س بتساوي نص وص بتساوي 2 على 3، فكرت يا باشمهندس افنان يوجد القيمة العددية للمقدار س تربيع ص تربيع. قالت لي ماشي يا مستر، هعوض، اشيل السين تربيع واحط نص كل تربيع في ص برضو كل تربيع اللي هي 2 على 3 كل تربيع هيديني كام؟ اربع الاول 1 على 4 في 4 على 9، ناتج في الاخر هيديني كام؟ 1 على 9. ممتاز، يبقى القيمة العددية للمقدار س تربيع ص تربيع هيساوي 1 على 9. عندك الأربعة هتروح مع الأربعة يتبقى لك بسط على مقام 1 على 9. طيب يلا يا جماعة السؤال رقم 4 بيقول لك اوجد مجموعة الحل في ص للمتباينة 7 زائد 2 س أصغر من 17. تمام، تعالى كده قال لك ايه؟
7 زائد 2 س أصغر من 17. ممتاز. قالك ايه؟ اهو 2 س أقل من هنا 7 بإشارة مخالفة. 17 ناقص 7 بكام يا جماعة؟ ممتاز، ب10. تاني خطوة متباينة بتاعتي هقسم على معاملة س، يبقى س أقل من 10 على 2 ف5. طيب مجموعة الحل بتاعتي ايه؟ ركز كده بقى. ايه اللي أصغر من 5؟ 4 3 2 1 0 -1 -2 وهكذا لحد. تمام يا جماعة. نقرا السؤال كويس برضو، نقرا السؤال ايه كويس. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك عددان طبيعيان. تعالى نرجع لصفحتنا تاني. عددان طبيعيان احدهما ضعف الاخر اذا كان مجموعهما 108. يوجد هذين العددين. تعال نركز كده اهو، نرجع لصفحتنا تاني نركز مع بعض. قال لك عددان طبيعيان. هفرض ان الاول كام يا جماعه؟ هنفرض ان الاول هو س. بكتب له كده نفرض ان العدد الاول بيساوي س. نفرض ان العدد الثاني ضعفه 2 س. بيقول لك مجموعهم بكام؟ ب108. يلا يبقى اجمع س زائد 2 س هيساوي 108. اجمع تلاتة يبقى يديني 3 س بيساوي 108. يبقى الس بتساوي 108 على 3. اقسم 10 على 3 فيها 3 بقى 1. 18 على 3 فيها 6. يبقى س هتساوي 36. س هتساوي ايه؟ 36. يبقى العددين هما ايه؟ العدد الاول هيبقى س، تكتب له كده، انا بس بختصر. العدد الاول هيبقى س، تكتب له كده، والعدد التاني اللي هو 2 س يبقى 2 في 36 ب72. تمام يا جماعة؟ ماشي. تعالى بيقولك السؤال رقم 5 ألف. بيقولك اوجد قيمة 8 في 8 أس سالب 3 على 8 أس سالب 4. تعالى كده نرجع للسبورة بتاعتنا. بيقولك ايه؟ 8 في 8 أس سالب 3 على 8 أس كام؟ سالب 4. بص براحتك انت في الامتحان، براحتك ما تستعجلش. ممكن واحد يقول لي ايه يا مستر ممكن احلها في خطوة واحدة. تمام، ممكن احل براحتي، احل البسط لوحده وبعد كده ارجع اقسم على المقام. طب تعالى نحل بالطريقة التانية كده. 8 في عند الضرب بنجمع ايه؟ الاسس. يبقى 8 أس 1 ناقص 3 على 8 أس سالب 4. طيب 8 1 ناقص 3 سالب 2 على 8 أس سالب 4. شوف كده باينت معاه اللي هي سهلة خالص. عند القسمة بنطرح الأسس. ركز بقى هنا حاجة، سالب 2 هاجي أطرح، خلي بالك هنا عندك الأس سالب، تمام، ولما يخش عليه سالب هيبقى موجب، يبقى سالب 2 زائد 4 يبقى يديني 8 أس 2 بكام؟ ب64. ماشي يا جماعة؟ الرياضيات سهلة ان شاء الله، ان شاء الله نقفل امتحان الجبر وامتحان الهندسة ترم تاني. طب تعالى السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ سالب تلت كل تربيع ناقص 3 على 7 أس صفر زائد جذر تربيع 64 على 81. طيب تعالى نحلها من غير ما نروح السبورة. تمام، بص السوكي بيلغي الإشارة السالب، يبقى ده يبقى 1 على 9 ربع عادي. 1 تربيع ب1، 3 تربيع 9 ناقص 3 على 7 أس صفر. ممتاز. قال لك اهو أي حاجة أس صفر ب1 زائد الجذر التربيعي 64 على 81 بكام؟ قال لك ب8 على 9. ممتاز. أجمع 1 على 9 زائد 8 على 9 يديني 9 على 9. الواحد الصحيح ده اللي هو 9 على 9 يبقى 9 على 9 ناقص 9 على 9 يديني 0. تعالى يلا نحل السؤال رقم ب. بيقول لك صندوق يحتوي على 3 كرات حمراء، 5 كرات زرقاء، 2 كرة سوداء، سحبت كرة بشكل عشوائي. اوجد الاحتمالين الآتيين. الاحتمالات ده سؤال، الاحتمال ده سؤال مضمون يا جماعة في الامتحان درجة نهائية، وهتلاقيه برضو في تانية اعدادي برضو معاك الترم التاني لو المنهج ما اتغيرش.
يلا تعالى يلا، بيقول لك احتمال ان تكون الكرة المصحوبة حمراء هيساوي كام؟ حمراء انا عندي كام كرة حمراء؟ 3. وعدد الكور كلهم كام؟ 3 و5 8 و2 10، يبقى 3 على 10. طيب يقول لك ايه؟ ان تكون الكرة المصحوبة زرقاء او سوداء. عندي كام كرة زرقاء؟ 5. كام كرة سوداء؟ 2. 5 زائد 2 يا جماعة 7 على 10. وكده ان شاء الله نكون كده، يعني المفروض نكون خلصنا المحافظة دي. اي سؤال، اي حد عنده سؤال ممكن يتابعنا على الواتساب، عايز مراجعة اي حاجة يبعت لنا على طول. وهسيب لكم لينك قناتي في الديسكريبشن على اليوتيوب، انزله كده كده الفيديو ده على اليوتيوب ان شاء الله، وعلى صفحتنا على الفيسبوك. وما تنساش تعملنا اشتراك لقناتي على اليوتيوب وتفعل زر الجرس، واستنى لازم تعملنا اشتراك عشان لقناتنا على اليوتيوب عشان يوصلك باقي الفيديوهات. وقبل الامتحان مراجعة شاملة ان شاء الله في اللي خلال الايام الجاية ديت. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش تدعي لنا دعوة حلوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.